وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل فيديو عن الفطاطري. هنشتغل بقى ونشتغل شغل الفطاطري. هنعمل النهارده الفطير الشرقي المحشي بقى، اي حاجه انتوا تحبوها. النهارده هنحشيه قطع من الفراخ بالشاورما ونعمل بقى شويه حركات كده فيه. يلا بينا بقى نشوف مقاديرنا بتاعه الفطير الاول، بعد كده نشوف مقادير الحشو. مقادير الفطير بتاعنا عباره عن نص كيلو دقيق ورشه ملح ورشه سكر وميه للعجن. العجينه دي بتبقى مش عجينه زي بتاعه البيتزا ناشفه، لا هي عجينه بتبقى طريه شويه. هحط بقى الملح واحط رشه السكر وهقلبهم كده كويس. بعد كده هعجن بشويه ميه كده بالمنظر ده. طبعا نكون نخلين الدقيق كويس عشان لو في اي حاجه. اهو نعجن كده اهو. العجينه دي زي ما قلت لكم ما ينفعش تبقى ناشفه خالص، لازم تكون طريه طريه بس ما تلزقش معانا في ايدينا. اهو هبنعجن اهو كده اهي. بصوا العجينه اتلمت في ايدي اهي. احنا بقى بنقعد نعمل كده. بصوا ايدي التانية ما بيلزقش فيها قوي، دي عشان لازقه فيها عشان العجين ايدي اللي انا كنت بعجن فيها ففيها عجين اهو. نفضل نلم كده هي كده. طالما ما بتلزقش في ايدينا كده، اللزقه بسيطه، نعرف ان العجينه كده خلاص معانا تمام التمام. انا هغسل ايدي وهنشوف هنعمل فيها ايه. اهو بصوا انا حطيت شويه زيت. بصوا بقت عامله زي العجينه زي اللبان اهو كده، طريه وما بتلزقش في ايدينا اهو. ايديا اهي انا بحطيت شويه بس زيت بلم بيهم العجينه كده اهو كده. بصوا ملمسها حلو وما فيهاش اي كتل من جوه، نعرف ان العجينه كده اتعجنت حلو. انا بقى هسيبها لمده ربع ساعه بس ترتاح، بعد كده هنيجي ونشتغل فيها ونفردها. انا ليه هسيبها ربع ساعه ترتاح؟ علشان احنا كده نشطنا حاجه اسمها جلوتين في قلب الدقيق، فعشان نسيبه يرتاح عشان ما يقطعش معانا لما نيجي نفرد الفطيره بتاعتنا. اهو بصوا بقى معانا العجينه ارتاحت اهي، سيبناها ربع ساعه وارتاحت معانا. يلا بينا بقى نشوف الحشو بتاعنا. معانا شاورما الفراخ. انا جبت الفراخ وغسلتها كويس وقطعتها قطع كده صغيره، وعلى الزيت وحطينا طاسه وحطينا شويه زيت وشوحنا فيها قطع الفراخ ونديها صدمه كده عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، ومع شرايح البصل وشوحناهم مع ملح وفلفل اسود وشويه بهارات، وطلعت معانا بالمنظر ده. معانا قطع طماطم مقطعه مكعبات، معانا فلفل الوان مقطع مكعبات، ممكن نستبدل فلفل الالوان بالفلفل الاخضر، معانا زيتون، جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. يلا بينا بقى ناخد العجينه بتاعتنا وعلى الترابيزه عشان نفردها. اهو ده نص كيلو الدقيق معانا. انا هعمله على شكل اسطوانه. حطيت شويه زيت على الرخامه بتاعتنا وهنقطعه عشان نعمل فطيره محترمه كده. نقطع كده هنشوف هيعمل لنا كام واحده النص كيلو، وان شاء الله لو فاض حته عجينه هنعمل اللي على الطاسه. احنا هنسويها في الفرن وهنعمل اللي على الطاسه. انا بقى هبتدي اخد كده حته العجينه واقعد الم فيها كده لحد اما تبقى معانا شكل مدور كده وكوره، واسيبها برضو كده على جنب ترتاح شويه اهو كده كده، على حسب بقى حجم الفطيره انتوا عايزينها ايه. انا عايزها كبيره شويه تملى صينيه كبيره، يعني مثلا نقوله لارج. اللي عايز سمول يقطع قطع صغيره، اللي عايزها ميديم يقطعها قطع اكبر شويه، واللي عايزها لارج يقطعها زي ما انا مقطعها كده اهو. اهم حاجه زي ما قلت لكم، اهم حاجه كده نخليها مدوره واخده الشكل المدور عشان لما نيجي نفردها تبقى. احنا حطينا واحده اهو وفرشنا شويه زيت على الرخامه ونبتدي بقى
بالمردنه كده نفرد كده. كل ما تسيبوها ترتاح كل ما مش هتقطع معاكم في الفرد كده. بصوا نفرد كويس جدا لحد ما تبقى رقيقه معانا اهو. بصوا بتتفرد معانا ازاي عشان اتعجنت معانا كويس، والجلوتين اللي في الدقيق عمل لنا الشبكه بتاعته اللي هي ايه بقى، اللي ما تقطعش معانا كده، وتشتغل معانا الفطيره ويبقى شكلها حلو اهو. نقعد نفرد كده، ما تخافوش مش هتقطع، بس بالراحه تعاملوا معاها بالراحه اهو. بصوا انا بفرد اهو عشان تبقى الفطيره معانا كبيره اهو. هنحشيها بقى معانا قطع الفراخ اللي بالبصل. نحشيها بقى اي حاجه انتوا عايزينها، مشكل جبن، تونه، جمبري، اي حاجه انتوا عايزينها تحطوها فيها. ممكن بس جبن بس كده ويبقى طعمها بيبقى حلو، وخضار، طماطم مع الفلفل مع الزيتون بتدي طعم. ممكن نحشيها تونه، نحشيها سجق. بصوا ابدعوا، واللي انتوا عايزينه حطوه في قلب الفطيره اهو. احنا كده بنحط الزيتون، بعد كده هحط بقى الجبنه الرومي، دي جبنه موتزاريلا اهو. بعد كده هنحط بقى الجبنه الرومي معانا اهو. واهم حاجه الطماطم ما نحطهاش بالميه بتاعتها عشان ما تبوش لناش العجينه بتاعتنا اهو. فردت معانا كويس والحشوه بقت تمام التمام. هنبتدي ناخد الجزء ده كده، والجزء ده هاخده كده عليها كده، والجزء ده كده. متقلقوش هنفردها تاني اهو كده، وهنبتدي ناخدها كده ونفرد اهو. نفرد الفطيرة بتاعتنا اهي، الفطير الشرقي اهو. هجيب بقى الصينية ونحطها في فرن يكون حامي، ولما تخرج هنشوفها هتبقى عاملة ازاي. بصوا انا فردت واحدة كمان وحشيتها بقى بالحشو بتاعنا برضو، وهحطها في الصينية زي كده. انا في واحدة هنا لسه ما استوتش اهي، هحطها هحطها في صينية كده وادخلها الفرن على درجة حرارة عالية، يعني فرن 180 واعلى ممكن 200. بعد كده هيخرج ونشوف بقى الكمية اللي احنا عملناها كلها، ولما تستوى يبقى شكله عامل ازاي. بصوا انا جبت فاضت، انا عملت 4 بيتزات 4 فطيرات، اتبقى معايا واحدة قطعتهم 4 كده، عملتهم 4 كور. هوريكم بقى الطريقة التانية اللي احنا ممكن نسويه على الطاسة من فوق اهو. هفرد بقى القطعة ديت كده بالمردانة بتاعتنا اهو. هوريكم طريقة تانية مختلفة خالص عن الفرن، وممكن برضو تفردوها كويس. يعني لو عايزين تسووا الفطير ده على الفرن اللي احنا عملناه، تسووه على الطاسة برضو بدل الفرن على الطاسة. انا هنا قطعتها بايدي مش مشكلة اهو. نفرد كويس على شكل مستطيل. انا هفرد العجينة كده على شكل مستطيل اهو. بالمنظر ده. هجيب سكينة او البيتزا كاتر واقطع كده واسيب في النص، والخط ده يبقى موازي لده قدام ده على طول كده اهو. نحط شوية فراخ، ممكن نحط طماطم، فلفل الوان، مثلا زيتون، والجبنة
الرومي كده والجبنه الموتزاريلا. هعمل ايه بقى؟ هعمل كده وهاتني ده على ده. بعد كده هاخد دي واحطها كده، وهاتني ده على دي، واخد دي كده واتني دي على دي وافردها كده. ويلا بينا بقى، هحط الطاسة على النار وهنسويها فوق على الطاسة. اهو انا حطيت الطاسة على النار، هدهنها شوية زيت كده. هنيجي بقى نعملها على الطاسة فطاير كده، بتبقى مقبلات حلوة جدا. اهو انا هحط الفطيرة معانا كده، وهوطي النار سنة بسيطة اهو كده. اهو بصوا، هتبتدي بقى تتحمر معانا، واول لما تاخد الوش من تحت اللون الحلو الذهبي بتاعها هنقلبها على الوش التاني. خلص معانا الفطير بتاعنا. بصوا بقى شكله عامل ازاي. بصوا انا في واحده لسه في الفرن، هو النص كيلو عامل لنا 4 فطيرات الحجم ده اهو. وعمل لنا الاربع فطيرات الصغيرين، المقبلات الصغيره اللي شكلها حلو اللي عملناها على الطاسه. اهي بقى شكلها كده ممرق وجميل. بصوا حتى لما نيجي نفتح واحده اهو من جوه ومستوي وبقى تمام التمام. ده النص كيلو. نص كيلو دي عمل لنا الكميه ديت. النص كيلو زي ما قلت لكم عمل لنا الكميه الحلوه ديت، والنص كيلو وشويه، نص كيلو كوبايه كده عمل لنا الاربع فطيرات، وعمل لنا الاربعه الصغيرين اللي احنا عملناهم على الطاسه. جبنا الدقيق وحطينا رشه ملح ورشه سكر وعجناهم بميه عاديه مش ميه دافيه، وعجناهم كويس وخلينا العجينه طريه شويه. بعد كده دهناها زيت وسيبناها ترتاح لمده ربع ساعه. بعد كده جبناها على الترابيزه هنا بتاعتنا وقطعناها كور. يعني احنا قطعنا 4 كور، ودي الخمسه اللي عملناها كور صغيره. وسيبناها ترتاح برضو 10 دقايق. بعد كده فردناها على سطح فيه زيت. انا هنا بس ما فردتش معايا كويس جدا علشان الكونتر بتاعي الترابيزه بتاعتي صغيره، هي كانت عايزه ترابيزه كبيره شويه عشان اقدر افرد العجينه بتاعتنا براحتنا. وسوينا الفطاير ديت في الفرن بتاعنا على الشبكه، بس الفرن يكون عالي جدا. ولو عندكم الفرن بتاعتنا البلدي اللي هي الصاج ديت بيبقى حلو قوي وتمام التمام، وهو ده الصح مش الفرن بتاعنا بتاع البوتاجاز. وعملنا اللي على الطاسه ديت طلعت شكلها حلو. ده الكرافت اللي هينزل ان شاء الله قريب. دي علبه صلصه. بصوا بقى عملناها بالمنظر ده، حطيناها ديكور في المطبخ، حطينا فيها ورد وحطيناها ديكور في المطبخ. ممكن نشيل الورد ونستخدمها كبتاعة اقلام، وممكن نحط الغطا ده ونستخدمها كحصالة، نخرمها نفتحها ونخرمها من النص ونعملها كحصالة في الغطا بتاعها. وان شاء الله هينزل لكم قريب الكرافت بتاعنا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ومن هنا الفيديو جاي لكم في رعاية الله. سلام عليكم.